مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامه الرئيس إسحاق أفورقي يلتقي بالعديد من رؤساء الدول والحكومات. كليه اوروتا للطب والعلوم الصحيه تخرج دفعه جديده من طلابها. ورشه عمل لمناشط العاب القوى في اسمره. إسرائيل تقصف وتحاصر مستشفيات غزة، والصليب الأحمر يقول أن الوضع بلغ نقطة لا عودة. فيضانات القرن تهدد الصومال حسب إفادات الأمم المتحدة. وجنوب أفريقيا تدعو الجنائية الدولية للتحقيق مع قادة إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أجرى فخامة الرئيس إسحاق أفورقي محادثات مع مختلف رؤساء الدول والحكومات على هامش قمة الرياض. وقد التقى فخامته صباح اليوم رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميرديت، ورئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الغابون بريس كولوثر أوليجيو، ورئيس وزراء جمهورية النيجر علي مهاماني لامين زين. وقد بحث الرئيس إسحاق أفورقي والرئيس سلفا كير ميرديت خلال لقائهما العلاقات الثنائية وتطورها، بالإضافة إلى التطورات الدولية وتأثيرها على المنطقة، مع التركيز على جهود إيجاد حل سلمي للصراع السوداني. كما بحث فخامة الرئيس إسحاق أفورقي ورئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان تطور العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول التبعات السلبية للصراع في السودان على البلاد ودول المنطقة. والتقى الرئيس إسحاق أفورقي بعد ظهر اليوم بوزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وبحث معه تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مجالات تشجيع الاستثمار في الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية وأنشطة صيد الأسماك، وأهمية إرساء البنى التحتية اللازمة لهذه المجالات. وذكر الرئيس إسحاق أفورقي أهمية الاستثمار والشراكة التكاملية بين إريتريا والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة، مشددا على ضرورة وضع آليات واستراتيجيات لتنفيذ هذه البرامج. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبرهويت، ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، والسفير عيسى أحمد عيسى، والقائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني قرزقهير. والتقى الرئيس إسحاق أفورقي بعد ذلك برئيس بورندي إيفارستي ناداشيمي. تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها قدما. كما التقى الرئيس إسحاق على هامش مؤتمر القمة السعودية الإفريقي أمس قادة الغابون والنيجر، وهنأ فخامته القادة الأفارقة على التغييرات التي تشهدها دول غرب إفريقيا والتي تستجيب لتطلعات الشعوب منذ قرون، قائلا أنه يتعين عليهم العمل على ضمان وحدة وتماسك شعوبهم قبل الدخول في شراكات غير متوازنة مع الآخرين. ومن جانبهم أعرب القادة عن تقديرهم للمسار المستقل الذي سلكته إريتريا لتحقيق رؤيتها، وأكدوا مجددا رغبتهم واستعدادهم لتعزيز العلاقات الثنائية. وقال وفد وزارة الإعلام أن الرئيس إسحاق أفورقي التقى أيضا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي السفير عبد الله ديوب، ورئيس الجمعية الوطنية الانتقالية لبوركينا فاسو الدكتور عثمان بوغوما لمناقشة قضايا مماثلة. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 11 من نوفمبر 252 طالبا، من بينهم 130 طالبة بدرجات البكالوريوس والدبلوم. تخرج 14 طالب في الطب العام، و11 في الصيدلة، و8 في طب التخدير، و7 في التوليد، و7 في رعاية المسنين، و6 في الطوارئ والعناية المركزة، و4 في طب العيون، و1 في علوم المختبرات بدرجة البكالوريوس، بالإضافة إلى 131 في التمريض، و18 في الصيدلة، و13 في الأشعة، و12 في الصحة البيئية، و11 في الطب المخبري، و9 في طب الأسنان بدرجة الدبلوم. حضر حفل التخريج الجاري للمرة الثانية لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية كبار المسؤولين يتقدمهم الوزراء والمدير التنفيذي لمعهد التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هيلة محسون. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في المناسبة أن الحكومة تعمل بجدية لمنح الأولوية لتنمية القدرات البشرية وضمان كل جوانب إعمار البلاد وإحلال العدالة الاجتماعية. وقد تحقق نتيجة ذلك تطور إيجابي في كافة المجالات الصحية. وأوضح عميد كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية البروفيسور يمان سيوم أن الكلية تعمل على منهج الرعاية الصحية الأولية على أساس أولويات البلاد والشعب،
وقال أن التعليم الطبي الجيد من نوعه له دور كبير في صحة الإنسان واستقرار المجتمع، ويساعد في تأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وذكر أن الكلية تضم 7 برامج للدراسات العليا و8 برامج لدرجة البكالوريوس و6 برامج لدرجة الدبلوم، مضيفا أن هيئة التدريس تضم 75 محاضرا من أبناء الوطن و21 محاضرا أجنبيا، بالإضافة إلى أن 16 من أعضاء هيئة التدريس يتابعون دراساتهم العليا في الداخل والخارج. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن 37 طبيبا عاما يتلقون التعليم التخصصي، ومن المقرر أن يبدأ 16 طبيبا عاما تعليما مماثلا. من جانبه قال ممثل الخريجين أنهم مستعدون لخدمة الشعب والحكومة بكل إخلاص إدراكا للمسؤولية الكبيرة لمهنة الطب. هذا وقد تأسست كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في سبتمبر عام 2018 من خلال دمج كلية أسمرة للعلوم الصحية ومدرسة أوروتا للطب وطب الأسنان. واختتم في 10 من نوفمبر المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية، والمنظم تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة، والذي افتتحه في 8 من نوفمبر مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق. وفي الحفل الختامي خاطب السيد يوسف سايق المشاركين في ندوة حول الوضع الحالي في البلاد والتطورات الإقليمية، وقال أن رفع الوعي وتعزيز الصف والوحدة من الركائز الأساسية لانتصار الشعب الإريتري، وأنها ستكون من أولويات برامجنا الوطنية في مرحلة التصدي الجديدة، وسيتم العمل عليها بجدية. كما شرح السيد يوسف الأسئلة التي طرحها المشاركون، وتضمن مهرجان هذا العام معرضا للرسم وأنشطة متنوعة لطلاب ومدرسي المدرسة الإريترية العالمية، وعرضا ثقافيا لأعضاء فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، وأنشطة رياضية لكرة القدم وكرة السلة والطائرة وغيرها من البرامج. وقد أحيت فرقة فنية قادمة من إريتريا المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في جدة وضواحيها بتقديم عروضها الفنية. هذا وقد نظم الإريتريين المقيمون في جدة وضواحيها مهرجانهم السنوي في الفترة من 2 وحتى 3 من نوفمبر. نظم الاتحاد الوطني لألعاب القوى ورشة عمل يوم 10 من نوفمبر بالعاصمة أسمرة تحت شعار الدور الجاد لشركاء حقوق القوى الدافعة لتطور ألعاب القوى. شارك في الورشة مسؤولون من مفوضية الثقافة والرياضة ومسؤولي الثقافة والرياضة في الأقاليم وممثل الرياضة في وزارتي التعليم والدفاع واللجان الأولمبية الوطنية والبارا أولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية والإقليمية والمدربين ورياضي وحكام ألعاب القوى. وأوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي في كلمته الافتتاحية أن الهدف من الورشة هو الدفع بتطوير ألعاب القوى في البلاد بالنقاشات المشتركة، داعيا المشاركين لتعزيز مساهمتهم لنجاح البرنامج. من جانبه عرض رئيس الاتحاد الوطني لألعاب القوى السيد إفريم تخصي تقارير إحصائية عن سير الأنشطة الرياضية وقدم أجندة النقاش وآفاق الحلول. وناقش المشاركون في تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات، بالإضافة إلى الإدارة والإمكانات الاقتصادية وأساليب المنافسة والأنشطة التي ترتكز على رياضي ألعاب القوى. وأوضح مسؤول أنشطة اللجان الوطنية الأولمبية والبارا أولمبية وكذلك الاتحادات الرياضية الوطنية في مفوضية الثقافة والرياضة العقيد سلمون سيوم في ختام ورشة العمل أن المنافسات أسفرت عن أفكار ومقترحات مفيدة لتطوير هذا القطاع الرياضي، وقال أن العمل سيجري لتعزيز المشاركة والأنشطة الرياضية المتساوية في كل أرجاء البلاد وضمان النمو المستدام من خلال تقييمات قابلة للقياس. تم تطعيم أكثر من 13 ألف رأس من الماشية ضد الأمراض المختلفة في مديرية مندفرة خلال الفترة من 25 من أكتوبر وحتى 7 من نوفمبر. وقال السيد برخة تسفى سلاسي مسؤول الزراعة في مديرية مندفرة أن التطعيم الذي تم تقديمه في 13 ضاحية كان ضد الجدري وداء الكلب. وقال أنه تم تطعيم 11,160 رأسا من الماشية وأكثر من 2000 كلب باللقاح المجاني. وقال أنه يتم العمل بالتعاون مع الشركاء للقضاء على الكلاب الضالة. وقال عضو الثروة الحيوانية بالإقليم الجنوبي السيد سامي البرهي أنه على الرقم من القضاء على مرض الجدري عن طريق التطعيم في عام 2017 فقد تم الإبلاغ عنه الآن في بعض المناطق وتم إعطاء اللقاح بطريقة الحملة. وذكر أصحاب الماشية بضرورة تطعيم مواشيهم في ذلك الوقت وفي محطة التطعيم. ومن جانبهم قال أصحاب الماشية أنهم يدركون أهمية الحملة وقاموا بتطعيم مواشيهم، وأوصوا بإيجاد طريقة للتخلص من الكلاب الضالة التي لا يتم تطعيمها بانتظام.
مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قصف الجيش الإسرائيلي مستشفيات وفرض حصارا على عدد منها، بينما باتت المرافق الطبية عاجزة عن رعاية المصابين والمرضى. وقال الصليب الأحمر الدولي أن وضع المنظومة الصحية في القطاع بلغ نقطة لا عودة، وباتت العديد من المستشفيات وفي مقدمتها في مرمى النيران الإسرائيلية بعد توغل دبابات الاحتلال في بعض أحياء غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدورة أن القصف الإسرائيلي تجدد مساء الجمعة على محيط مستشفى الشفاء قرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن أجزاء من المجمع كانت قد تعرضت خلال النهار للاستهداف مرارا، مما أسفر عن سقوط شهداء والجرحى. وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت صباحا مبنى العيادات في مستشفى الشفاء، والذي تأوي ساحته آلاف النازحين، مما أسفر عن استشهاد 13 شخصا بحسب المكتب الإعلامي بغزة. في غضون ذلك، أكد الصليب الأحمر الدولي أن وضع المنظومة الصحية في قطاع غزة وصل إلى نقطة لا عودة مع نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء. من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفيات القطاع تعاني وضعا كارثيا، إذ لا يوجد ماء أو طعام يقدم للمرضى والنازحين. وصفت الأمم المتحدة الفيضانات التي شردت مئات الآلاف من السكان في الصومال والبلدان المجاورة في شرق إفريقيا بعد موسم جفاف قياسي بأنها حدث لا يقع إلا مرة في القرن. وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صدر في وقت متأخر أول أمس تضرر نحو 1.6 مليون شخص في البلاد من الأمطار الغزيرة الموسمية، والتي تفاقمت بسبب التأثير المشترك لكل من الظاهرتين المناخيتين النينو وثنائي القطب في المحيط الهندي. وتسببت الفيضانات التي تلت هطول أمطار غزيرة بدأت أوائل أكتوبر الماضي بوفاة ما لا يقل عن 29 شخصا، وأجبرت أكثر من 300 ألف شخص على ترك منازلهم، كما قمرت بلدات وقرى شمال كينيا. ورجح المكتب الأممي استمرار النزوح بشكل واسع النطاق مع زيادة الاحتياجات الإنسانية وتدمير المزيد من الممتلكات، وسط احتمالات تدمير نحو 3.7 مليون فدان زراعي. وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإيقاف في حالات الطوارئ مارتن غريفيث: الطقس المتطرف المرتبط بظاهرة النينو المستمرة يهدد بزيادة الاحتياجات الإنسانية في المجتمعات المعرضة للخطر بالفعل في الصومال والعديد من الأماكن الأخرى. وتابع: نعرف المخاطر بالفعل، وعلينا أن نتصدى لهذه الأزمات التي تلوح في الأفق. دعت جنوب أفريقيا إلى التحقيق مع قادة إسرائيل بشأن ارتكاب مجازر في قطاع غزة، حيث أسفر القصف المستمر منذ شهر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء. وقد استدعت خارجية جنوب أفريقيا سفير إسرائيل لديها احتجاجا على ما وصفته بسلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب على غزة. وكانت بريتوريا قد استدعت مطلع الأسبوع الجاري كافة دبلوماسيها من إسرائيل، ودعت جنوب أفريقيا الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في غزة. وفي الإطار ذاته، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني. وشدد خان على ضرورة السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى قطاع غزة. وأعلنت الجنائية الدولية أنها تلقت رسالة من المنظمات الفلسطينية وستفحص المعلومات الواردة فيها. يشار إلى أن إسرائيل ليست عضوا بالجنائية الدولية التي مقرها لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية. في الخبر الأخير، تعمل السلطات في كوريا الجنوبية على احتواء تفشي البق الذي أثار القلق في جميع أنحاء البلاد، حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 17 حالة تفشي للمرض في العاصمة سيول ومدينتي بوسان وأنشون اعتبارا من 5 نوفمبر، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وخصصت سيول مبلغ 383 ألف دولار وأنشأت فريق استجابة للتعامل مع بق الفراش. وكانت الحشرات الماصة للدماء أيضا مصدرا حديثا للقلق العام في فرنسا والمملكة المتحدة. ويبتعد بعض الكوريين الجنوبيين عن دور السينما ووسائل النقل العام خوفا من بق الفراش. ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، أنه قبل تفشي المرض مؤخرا كان يعتقد أن كوريا الجنوبية قد قضت على بق الفراش بعد حملة إبادة وطنية في الستينيات. على الرغم من أن بق الفراش لا ينقل المرض، إلا أن لدغاته يمكن أن تسبب حكة شديدة. وتقول التقارير المحلية أن الناس في سيول يتدفقون على مراكز الصحة العامة ويطلبون فحص لدغات الحشرات، ويطلبون أيضا المشورة بشأن التدابير التي ينبغي عليهم اتخاذها. ومن المقرر أن تقوم حكومة مدنية
في سيول بتفتيش حوالي 3200 منشأة عامة بما في ذلك الفنادق والحمامات لتقييم ظروفها الصحية. وستجتمع الحكومة أيضا مع خبراء من القطاع الخاص لمناقشة أفضل الممارسات في مكافحة بق الفراش. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس ياسر الأفورقي يلتقي بالعديد من رؤساء الدول والحكومات. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. ورشة عمل لمناشط ألعاب القوى في أسمرة. إسرائيل تقصف وتحاصر مستشفيات غزة، والصليب الأحمر يقول أن الوضع بلغ نقطة العودة. فيضانات القرن تهدد الصومال حسب إفادات الأمم المتحدة. جنوب أفريقيا تدعو الجنائية الدولية للتحقيق مع قادة إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.